إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أب شايب وأم عجوز قد بلغا من الكبر ما حصل لهما فيه الضعف، فاحتاجا إلى بر ولدهما، فكان هذا الولد بارا بهما برا عظيما. قال: فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهم ليلة، أي تأخرت عنهما. في رواية أنه شغله الرعي حتى تأخر عن والديه. قال: فجئت باللبن وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، أي يصيحون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما. كرهت أن أوقظهما، والإنسان يكره أن يوقظ من نومه، وكرهت أن أدعهما بلا لبن بلا عشاء فيستكنا، أي فيضعفا لشربتهما، أي لعدم شربهما اللبن. قال: فما زلت منتظرا حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا لبنهما. بر عظيم قد لا تجد له اليوم نظيرا، بل تجد الغلظة والجفا والقسوة والإعراض. لا أقول يقدم زوجه وولده على أبويه، وإنما أقول يحرم أبويه من معروفه، يحرم أبويه من إحسانه، يحرم أبويه من بره مع كبرهما وضعفهما وشدة حاجتهما إليه، لأنه تولى عنهما وأعطاهما ظهره فلا يلتفت إليهما. فكيف نرجو مع هذه القسوة والإعراض والغفلة؟ كيف نرجو أن يرحمنا ربنا؟ وكيف نرجو أن يفرج عنا كرباتنا؟ وكيف نرجو أن يبر بنا أولادنا؟ جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.